السلام عليكم شباب، ان شاء الله الكل بخير وصحه وسلامه. اليوم ناخذكم جوله بالسيارات اللي وصلتنا يعني جديد من المزادات. فخليكم ويانا بهذا الفيديو وشوفوا تفاصيل هذه السيارات، واذا تردون اسعار همينه ممكن نذكر الاسعار. فخليكم ويانا وشوف شنو التفاصيل. عندنا هذه اكيورا او هوندا اكيورا يصيحوا لها، مثل اللكزس يعني مال اللكزس بالتويوتا، يعني سيارة لكجري. 2012 ماشية 157 ألف. هذه كلين تايتل طبعا، من المزادات كلين تايتل. يعني نافيجيشن، كاميرا، هيتد سيت، يعني تكييف، كراسي مكيفة، كل المواصفات بيها هذه تقريبا. سعرها يعني لحد الآن $3000. كان بيها شوية تنظيف وصيانة بسيطة، يعني بلكات، كويلات وهذه المسائل. وعندنا هذه تويوتا سينا 2015، هذه هم كلين تايتل، ماشية 112,900. هذه من شركة نيسان، توكيل نيسان. يعني اكو مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق، اكو ناس يعني تسوي تريد-ان، يعني يبدل سيارته، يعطي سيارته القديمة وياخذ سيارة جديدة، فيبيعوها بالمزادات. 2015 ماشية 112، بيها ضربة من هنا بسيطة بالباب اذا تلاحظون. هذه LE يعني بيسك موديل، يعني ما بيها لا جلد ولا بيها كاميرا، بس كاميرا بسيطة صغيرة. ما بيها يعني اوبشنات كثيرة. اعتقد بالفيديو السابق هذه كانت موجودة المازدا، لحد الان موجودة. تستعملها يعني كملتها. كان بيها مشكلة بالترانسميشن. هذا الموديل بعقل او موجول يصيحوا له مال الترانسميشن، دائما يحتاج لتصليح. وديتها الشركة وصلحوه، وهسه شغالة ماشية يعني، وعارضها للبيع. 2011 ماشية 147 ألف، مازدا 3. قاعد استعملها استعمال يعني أنا أمشي بيها يومي، لأنه هذه بالبنزين اقتصادية. عندنا تويوتا هايلاندر 2010، هذه بصراحة ماشية كثير، ماشية 194 ألف. بس هذا ليميتد، جلد، فتحة، شاشة، كاميرا، كل المواصفات بيها. بس هي ماشية يعني شوية، بس تعرفون تويوتا يعني قوية حتى إذا ماشية هواية، بس يعني تقاوم. عندك 2013 دوج دورينجو، ماشية 121 ألف. هذه هم كلين تايتل، طبعا يحتاج لها تاير وجنطة والويل، ويعني تنظيف. وبعد ما شغال بيها، يعني بعد ما مشتغل بيها بصراحة. هذا الفوق لايت هم اشتريته، جلد، فتحة، كاميرا. هذا يصيحوا له كرو، اللي هو ثلاث مقاعد، يعني 7 راكب تكون. عندنا هذه 350 زي، اعتقد الفيديو السابق كانت موجودة، لحد الان ما مشتغل بيها بصراحة. هوندا بايلوت، هذه اعتقد بالفيديو السابق ذكرت عنها. هذه طلع الكتاليك كونفرتر او علبة البيئة مغلقة، مكسرة، تكسير الفحم اللي داخلها او المادة اللي داخلها. فسويت لها اوردر اونلاين للكتاليك او علبة البيئة، وان شاء الله يعني راح نشتغل بيها. هذه همين كراون فيكتوريا، بدلت الدعامية الامامية والخلفية وصبغتهم، وتقريبا جاهزة للبيع، يعني جاهزة ان شاء الله. عندك هذه هم كانت بالفيديو السابق موجودة، بدلت التاير، السسبنشن كله، بس لحد الان ما مسوي مفتاح، يعني منتظر شركة مال مفاتيح يجيني
مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق أنا مكان شوي ريفي فما حد يجيني، يعني دا انتظر ولد صديق هو يشتغل بالمفاتيح، يحتاج لبرمجة المفتاح. هذه نفسها موجودة بالفيديو السابق كانت عندي، بعدني هم تحت العمل. يعني بصراحة 90% من السيارات أنا قاعد أشتغل عليها بنفسي، وعندي شغل ثاني فالوقت شوية ما قاعد يسعفني إنه أكمل سيارات. وصلتني هذه من كوبارت تويوتا تندرا 2006 أو 5، ماشية 166,000، بيها ضربة منها من الجانب مثل ما تشوفون. الأبواب أعتقد يحتاج لها همينة سحب. رحت للسكراب أو الكذا، جبت تفصيل، جبت لها باب نفس اللون بعد بس الباب الأمامي. هذه سعرها لحد الآن هذه من كوبارت لحد الآن $3000 سعرها، يعني بعد يحتاج لها صبغ وسمكرة. عندي هذه هم كراون فيكتوريا، اشتريتها من كوبارت، بعدني قاعد اشتغل بيها. كان بيها ضربة من الجانب من الأمام والجانب الباب والشاملغة والرفرف، غيرتهم هذولاك قديمة موجودة هنا، بعدني قاعد اشتغل بيها. هذه ماشية 166 أو 165. بصراحة سعرها كلش رخيص، اشتريتها $400. مع الرسوم والكذا صارت 700، بس الطريف انه الشحن كلفني 350، يعني بقد سعر السيارة. الغراض همينة تقريبا 200-250 لحد الآن القطع هذه، بس لكن هي سيارة حلوة وقوية، هذه كلش قوية هنا ويحبوها الناس لأنه سريعة. هي أصلا سيارة شرطة فتكون بهم يعني قوة وعزم. فهذه أكثر السيارات اللي عندنا حاليا، وإن شاء الله نتواصل وياكم فيديوهات جديدة. خليكم ويانا وشوفوا تابعوا الفيديوهات اللي تنزل. شكرا على المشاهدة، ونشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.